مساء الخير متابعينا الكرام، برحب بيكم في لايف حزين، لايف يوجع القلب. محمد الباز طبعا كلنا عارفينه، ابن منية النصر، الشاب اللي عمره 23 سنة اللي حياته انتهت على يد شريف هدهد، الشاب اللي كان فرحه بعد شهر، لكن للأسف حياته انتهت في المكان اللي احنا شايفينه ده. ده المكان اللي محمد الباز اتقتل فيه. مش بس كده، اللي يوجع القلب النهارده ان كل حاجه محمد الباز سابها وتركها بتموت معاه. يعني محمد الباز مات ومات حلمه معاه. محمد الباز النهارده احنا في محلاته، قدام محلاته اللي اهله فتحوها، اللي كان مجهزها لموسم الشتاء، وفيها ملابس، عنده محل للشباب ومحل للبنات، وكان مجهزها عشان يقضي الموسم ويتجوز ويسترزق ويبيع. لكن بعد وفاته اهله قرروا ان هم يفتحوا المحلات ويبيعوا الملابس بخساره عشان يقدروا يسددوا دين محمد ويرتاح في تربته. مش بس كده، اللي يوجع القلب لما قالوا لنا ان احنا بعنا العفش اللي كان هيتجوز بيه لحد الكوالين اللي كان شاريها من المكان اللي قدامنا ده، اتباعت. رجعوها تاني، رجعوها لان محمد خلاص صاحب الحاجه دي راح. ده محمد الباز الشاب اللي عمره 23 سنه، واهله فتحوا المحلات النهارده عشان يبيعوا بخساره والناس تيجي تشتري عشان يفضوا المحلات ويقفلوها بعد ما صاحبها راح ومات. وجع قلوب ودموع في عيون اللي حوالينا. طبعا هيكون لنا لقاء مع اهله، لكن هنفكركم سريعا ان شريف هدهد الشاب اللي صاحب المحل اللي حضراتكم شايفينه ده، جار محمد في محلاته، زعل من الشاب اللي بيشتغل عنده في المحل، طالب جامعي بيشتغل عند محمد الباز، وشريف هدهد زعل منه او اتضايق منه، فقرر وادى الاوامر لمحمد، قال له اطرده بره المحل. محمد قال له ما اقدرش اقطع عيشه. قال له لا، لو انت ما طردتوش بره المحل انت كده بتعاديني، ما يدخلش الشارع ده تاني. محمد رفض يقطع عيش العامل اللي شغال معاه، وكان رد فعل محمد او شريف هدهد ان هو يقتل محمد. جه في المكان اللي احنا واقفين فيه ده، وشريف هدهد طعن محمد طعنة الموت ومات على الفور، وترك حلمه، العفش اللي كان بيجهزه هيتجوز بيه، شقته اللي كان مرتبها، محلاته اللي كانت مليانة بالبضاعة زي ما حضراتكم شايفين. دي كل البضاعة اللي محمد تركها وكان محضرها للشباب بلده اللي كانوا يشتروا منه وعلى ذوقه، وكان بيشتري محضر ليه. اديني كده. يعني ربنا يصبرك، انت صاحب محمد. اكيد طبعا. انت واقف هنا جاي عشان بتصفوا المحل، بس اول مره تدخل المحل ومحمد مش موجود. لا ما انا عارفه، بس اول مره يجي ومحمد مش موجود. اكيد طبعا. اكيد. اوصف للناس شريف هدهد وصلكم فين او اذلكم لحد فين؟ اذانا بقى، هنعمل ايه طيب؟ يعني كل حاجه اتدمرت، احلامه اتدمرت، احلامنا برضو اتدمرت، لان هو كان كل حاجه برضو بالنسبه لنا. والحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس. البضاعه دي كلها محمد اللي جابها بايده، اختارها قطعه بقطعه يعني. اكيد والله، وبنبيعها اقسم بالله بخساره للناس، بس يعني ليه بقى؟ يعني عرفوا ما بتعملوا ايه النهارده؟ بنصفي البضاعه خلاص، بنصفي المحلات بتاع محمد. ما عادش حد اصلا جاي له نفسه يقف فيها، ولا طايق المحلات ولا طايقين الشارع عامه. هو شاف منه ايه؟ فالحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، ربنا يصبركم. امين يا رب. ربنا يصبركم. مين اللي كان حاضر؟ مش موجود بره، هتلاقيه بره، هتلاقيه احمد.
انتم مكملين؟ انا عرفت ان انتم مكملين لحد ما تخلصوا البضاعه اللي في المخازن ان شاء الله. يعني احنا لسه جايبين يعني معانا ممكن كمان يومين 3 كده لما نخلص. شغل كتير، كان جايب شغل كتير عشان فتره الجواز فترة الجواز ما يسافرش بقى وكده، وكان اخوه مسافر. ولو سافر يجيبوا من المخازن ويعرضوا ربنا يرحمه. يعني متابعينا الكرام زي ما حضراتكم شايفين، صدام اعمل مع الراجل دلوقتي. ربنا يرحمه رب العالمين. ادعوا لمحمد. المكان هنا في منية النصر، اللي حابب ان هو يجي يشتري من المحلات محمد ويقدر يدعم اهله ان هم يلموا فلوس البضاعة عشان يسددوا دين محمد. يعني كمان الاسعار كويسة جدا، اسعار في متناول الجميع. كمان محمد كان عنده محل اطفال زي ما حضراتكم شايفين كده، اطفال بنات. كده انا هصورك. لا مش جايبه، انا جايبه نفسي كده. شايفين البضاعه اللي ورايا دي؟ ده هيقول جايه اهو، جايه له. حاضر، جايه لك دلوقتي. ده محل الأطفال الخاص بمحمد الباز. زي ما حضراتكم شايفين أهله بيصفوه. اللي جاهز البضاعة في المحلات وجاهز البضاعة في المخازن، عشان لما يتجوز ويسافر شهر العسل زي ما كان محدد، الناس او اللي شغال معاه يجيب البضاعه ويفرشها من المخازن. يعني المخازن مليانه، عدد كبير جدا هنا في المحلات، وحاله من الحزن، حاله من الكسره. اصحابه موجودين، الاهالي موجودين. يعني محمد الباز كان عنده احلام كبيره جدا، وزي ما حضراتكم شايفين مكان فين المكان؟ في منية النصر. الشارع اللي جنب المحله الكبرى. تاني المكان منية النصر، الشارع اللي هو خلف المحله الكبرى اللي فيه محلات فرحت وبليز ماما ومكتبه السيد. والشارع ان شاء الله يبقى اسمه شارع المرحوم الشهيد محمد الباز، وماشيين في الاجراءات وان شاء الله يتعمل. طيب قول لي بقى، انتوا فاتحين لحد كام يوم؟ يعني لحد ما ان شاء الله لنفاذ الكميه، لان في كميه صيفي برضو كبيره موجوده، فهيبقى عليها عرض لغايه يعني ممكن 10 ايام كمان او نفاذ الكميه يعني. بس احنا فاتحين لغايه ما ان شاء الله نسدد كل التجار والبضاعه تنفذ. يعني التجار لها فلوس طبعا، في تجار بضاعه بالاجل. اي تاجر شغال في مصر عامه في بضاعه اسمها اجل يعني. بيثقوا في التاجر، لما بيثقوا فيه بيدوا له بيع ويشتري ويسدد. ما بيثقوش في كل لازم يكون كويس، لازم يكونوا جربوه زي محمد ما شاء الله محترم وملتزم. فالتجار حتى في تجار محترمين يعني تهاودوا في تحصيل الفلوس بتاعتهم، واللي كان ليه بضاعه بزياده ولسه ما اخدش فلوسها جه اخدها، والباقي بقى احنا بنسد برضه على محمد. لسه القرض، لسه حاجات كتير برضه عليه لسه. بعتوا ايه تاني لمحمد؟ والله للاسف اللي انا عرفته النهارده ان والدته طبعا عشان الظروف الاقتصاديه اللي هم فيها دلوقتي حاليا، عشان القرض كان كبير شويه، اللي هم العفش بتاعه بداوا يبيعوا فيه، وحاجات الشقه اللي كان المفروض يبقى فيها عريس دلوقتي بتتباع، وربنا يعني يحسن سوقهم. طبعا وجع قلب والله العظيم. محمد ده انا بقولها لك يعني سايب في كل واحد فينا، كل يوم بنتكلم عليه ذكريات حلوه جدا. انسان مؤدب محترم، راجل جدع، مخلص، كان صاحبه. اي مشكله في الشارع كان يقف ويسد مع اللي فيها، يحاول يحل اي مشكله. يعني كان مع الغريب والقريب كان كويس وراجل. يعني هو بص، هو ابن يعني دي البضاعه، وان شاء الله باذن الله بكره هيفرشوا تاني المحل، لان في بضاعه في المخازن. محمد كان محضر كل ده يا جماعه علشان ان هي تتباع. طبعا دي محمد اللي حضرها باذواقه واشتراها عشان ان تبقى في قلب محلاته.
والاسعار حلوه جدا. هم اسره محمد الله يرحمه بيبيعوا بخساره عشان ان هم يلموا ثمن البضاعه او يسددوا الدين اللي عليه. يعني شايفين في حاجات حلوه جدا هنا. العنوان في مركز منية النصر. قولي تاني. العنوان منية النصر بجوار مول خير بلدنا. الشارع اتعرف باسم محمد الباز. الشارع اتعرف باسم محمد الباز. هما بيبيعوا بيصفوا لحد ان شاء الله نفاذ الكميه، وهيبقى في عرض كمان على اللبس الصيفي بس بعد ما يخلصوا اللبس الشتوي. طبعا يعني هي فرصه كويسه الناس، وفي نفس الوقت ان احنا بندعم اسره محمد. ربنا معاهم في اللحظه دي، عيونهم كلها مليانه دموع حزن. طبعا يعني الحاجه ما شاء الله جميله زي ما حضراتكم شايفين، خامات عاليه جدا. انا هنا في المكان يعني حلوه قوي. جميع الاعمار. ده محل محمد الباز اللي اتقتل على يد شريف هدهد، ربنا يرحمه رب العالمين. طبعا حاجات فعلا ماركات حلوه جدا، شيك، خامات عاليه، والاسعار يعني في متناول الجميع زي ما حضراتكم شايفين. طبعا محمد اتوفى وكان في دين عليه يا جماعه كبير جدا، لان البضاعه دي كان في جزء منها مدفوع ثمنه، والجزء الثاني اي تاجر هيفهم الموضوع ده. يعني اي تاجر هيفهم الموضوع ده هيفهم ان التاجر الشاطر اللي بقاله اسم او في ثقه، التجار بتديله البضاعه وبعد في نهايه الموسم او لما بيبيع بيبدا يسدد اجزاء. فالبضاعه دي بمبالغ كبيره جدا يا جماعه، بمبالغ كبيره جدا جدا يعني. دي يلا في ناس كتير عندنا هنا من الدقهلية وتحديدا مركز ديكرنس، انزلوا تعالوا. ممكن تجيبوا هدوم العيد، يعني العيد ان شاء الله باذن الله في الشتاء باذن الله، فممكن تشتروا والحاجات دي وتحتفظوا بيها ان شاء الله باذن الله لحد يعني العيد. يعني شايفين حاجات جميله، اذواق عاليه جدا. والعنوان منية النصر، العنوان في منية النصر، العنوان منية النصر. امسك كده مش مصوره. العنوان منية النصر. شايفين الحاجة ماركتها عالية جدا، كويسة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، وأذواق حلوة خالص. طبعا شايفين أهله، طبعا الناس اللي بتقول أهله خلاص مش حابين الشارع، مش حابين يدخلوا، مفيش حد يشغل شغل محمد الله يرحمه. يعني اي ست بيت ممكن تستغل الفرصه دي وتقدري تشتري الحاجات لاولادك للعيد وتحتفظي بيها وتعينيها. انا شايفه يعني تعملي كده. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. وكمان البضاعه بيبيعوها بسعر قليل جدا، عليه عرض. يعني شايفين الفستان ده حلو قوي. بناتي واولادي. هو بناتي واولاد؟ خد معاك. لا يا حبيبتي، هنا بناتي واولادي، وهيبقى في صيفي بعد كام يوم، يعني بكره الصيفي، بكره الصيفي في شتوي بكره برضو، والصيفي شتوي وصيفي وعليه عروض.